انه احمد زكي لما كان بيحب يغيظه كان بيقول له يا عم انت راجل خواجه بتسيب الممثل وتجري ورا العرسه تصور العرسه في الشارع. معناها باختصار لان دي لغه برضو انه راجل خواجه هو كان بيتضايق لما تقول له انت خواجه، لانه زي ما قال الاستاذ محمود ازاي خواجه ولا باكستاني ولا انجليزي بيزعل جدا يعمل بطيخه جدا جدا. ها، وازاي يسيب الممثل وهو احمد زكي كان بيقول له الكلام ده في فيلم السادات وهو عامل قبليه معاه كام فيلم، عمل كذا، عمل هند وكابيليا وكان المرشح للحريف وشاله. وفارس المدينه فارس المدينه كان احمد زكي المرشح واتشال. وعشان يغيظوا محمد خان يغيظ احمد زكي كتب محمود حميده فارس المدينه. محمود حميده الاول بعدين فارس المدينه. فمن التفاصيل دي جزء من الطريف في الموضوع زي ما بيقول هشام كده، يعني الحق يتقال مش عشان ندوه وبتاع، وده لا يعيبه انه كان الراجل بيعمل الحاجات اللي احنا بنقولها وما عندوش الكلام ده خالص، يعني بيهتم بالممثل وبيحاول يعمل زي ما بيقول هشام يجيب 10 من 10 ويعمل كذا لكن كان يتضايق قوي لما تيجي تقول له انت يا عم خواجه مش فاهمك انت في الحواري وبتاع، هو طول الوقت قاعد في الشارع، طول الوقت قاعد رايح جاي على رجليه، مش مع الانتاج بيعين ولا بتاع، على رجليه رايح جاي طول الوقت. محمد خان ده انت تشوفه في الشارع، تقابله في الشارع قاعد على قهوه عامل مش عارف ايه، لابس البتاع دي كده ومتخفي وكوفيه والبتاعه. فاللي بيقوله هشام حقيقي انه لما كان عايز تستفز محمد خان جدا تقول له النقطتين دول، فدول كانوا الحتتين اللي احمد زكي عشان يخلي محمد خان يسمع الكلام، او ما كانش بيسمع الكلام عنيد جدا، كان يقول له او يقول بصوت عالي يعني. ده حصل في السادات واعتقد طارق التلمساني اللي صالحهم قبل موضوع المسدس ده. موضوع المسدس ده احلام هند وكمان واحلام هند وكمان خدوا كتير جدا. موضوع المسدس هو كان يفسر ده ان هما الاثنين برج العقرب فطبعهم لا اشتغلوا مع بعض بعد ده. طبعا، وهو كان طول الوقت بيعتبر احمد زكي فلته، وهو نفس الكلام احمد زكي يعني ده موجود على فكره. ما هو الفيلم اتاخد من محمد خان من احمد زكي المنتج، وبعدين رجع له تاني وراح له البيت وقال له يا كذا، شتمه الظاهر ان ما فيش غيرك هينفع يعمل فيلم ده. احمد زكي قال كده لمحمد خان فقال له صالحني وبتاع، يعني في قصص يعني فاهم.